الراجل ده بيقابل اول حب في حياته، بس ما يروحش يسلم عليها، يسيب ليا لوحدها واقفه قدام البحر وبتبص عليه. ويليام عمره ما كان عايز يشوفها تاني، بس القدر بيجمعهم مره كمان. عربيه ليا بتعطل على جنب الطريق، تفضل تلوح بايدها لاي حد يساعدها. ويليام يعدي بعربيته، يضرب كلاكسه ويدوس بنزين ويمشي. يفتكر ان ليا عملت فيه نفس الحركه من 7 سنين. ليا تحاول تتصل بخدمه المساعده على الطريق، بس الخط مش راضي يوصل. ويليام يلف بالعربيه ويرجع تاني، رغم ان ليا وجعته زمان مش قادر يسيبها واقفه كده. ينزل من العربيه، ليا ترفع عينيها وتكتشف ان اللي واقف قدامها هو ويليام. الاتنين يبصوا لبعض فتره طويله من غير ولا كلمه. ويليام يكشف على العربيه ويعرف ان البطاريه فاضيه. يرجع يركب عربيته وكانه هيمشي. ليا تنادي عليه وتطلب منه يساعدها. ويليام يقول لها ليه ما سلمتيش عليا؟ ليه ما سالتيش حتى انا عامل ايه؟ بعد شويه ويليام يرجع تاني، يطلع باور بانك للبطاريه ويشغل عربيتها. ليا تشكره، وبعدها كل واحد فيهم يمشي في طريقه. بعد ما سابوا بعض من 7 سنين، ويليام رجع لجيجو واشتغل في بيع البضائع. كان بيلف بعربيه نقل ويبيع للصيادين بارخص اسعار، بس النهارده يكتشف ان الكل بقى يشتري من ناس تانية. ويليام يتعصب، يتصرف زي طفل صغير مش ناضج، لدرجه انه ممكن يقطع علاقته حتى بامه. امه تتصل بيه، الام وابنها ما كلموش بعض من سنين. ويليام ما يردش. امه تروح المستشفى، الدكتور يشخص حالتها مرض في المعده في مرحله متاخره. الدكتور ينصحها انها تجيب ابنها معاها، بس الام شكلها مش فارق معاها. ويليام يحذر امه انها ما تتصلش بيه من غير سبب. ديزي تحاول تقنع ويليام، بس الغضب اللي جواه ناحيه امه اعمق من اي محاوله. هو لسه بيلومها انها اتجوزت ابو زميله في الفصل، اللي مش قادر يستوعبه خالص ان امه اتجوزت بعد وفاه اخته باسبوع واحد بس.